جبت لكم النهارده اخواتي اخر تحديث من نسخه واتساب الايفون للاندرويد. انا عارف اللي هي نزلت من 3 ايام وناس كتير قوي طلبتها مني. انا اسف يا جدعان ان انا اتاخرت عليكم، بس حرفيا كنت بظبط اللينكات وبظبط المونتاج وبظبط الدنيا كلها. قبل اي حاجه كده يا صاحبي، لو انت اول مره تتابعني انا عايزك تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو ده، وهنشرح دلوقتي المميزات بتاعه النسخه واقول لك ازاي تنزلها وتثبتها على النسخه اللي معاك عشان الشتات ما تتمسحش وكده. بس كل اللي عليك هتعمل لايك ويلا بينا على الشرح. زي ما انت شايف كده يا صاحبي، واجهه النسخه هتفتح معاك بالشكل ده كده. طبعا انا مش شايف فيها اللي هي تعديلات كتير وكده حرفيا، يعني اللي هو ممكن بس تكون شكل الكتابه اللون اتغير مش اكتر. لو ضغطنا كده يا صاحبي على الاعدادات زي ما انت شايف كده، هنا برضو مفيش حاجات اتغيرت كتير. عندك الحساب والخصوصيه مثلا، هم مش عارف ضافوا الميزه اللي هي في الدردشات ولا لسه. لا، الميزه دي لسه ما اتضافتش، اللي هي مثلا كنت انت ايه بتعدل على رساله، او مثلا رساله اللي انت بتبعتها ما تخليش حد يعرف يمسحها، يعني الحاجات دي كلها. طيب دلوقتي يا رجاله، الاعدادات اللي في النسخه على السريع كده مع بعض، لو ضغطنا كده على القلم دوت، تمام. طبعا عندك هنا رقم الهاتف، لو انت عايز تكتب رقم الهاتف على طول من غير اللي انت تسجله وكده، لا انت بتكتب رقم الهاتف وبتدخل تكلمه على طول. لو جينا على اعدادات يا صاحبي، عندنا خيارات ام بي. زي انت شايف الخيارات دي احنا شرحناها كتير، بس هنشرح اللي انت ازاي برضو تعمل خط الايفون وتعمل ايموجي الايفون، عشان ناس كتير قوي بتسالنا عليها. كل اللي عليك بتضغط على كلمه الكل بالشكل ده كده، وبتضغط على الستايل يا صاحبي، وبتيجي معايا عند تغيير نوع الخط. اول ما بتيجي عند تغيير نوع الخط كده يا صاحبي، بتبدا تنزل تحت زي ما انت شايف، بتلاقي خط الايفون معاك هم موجودين. بتختار اي واحد من دول كده، بتلاقي عمل معاك خط الايفون. بس انا حرفيا مش محتاجهم عشان انا عامل الخط بالكامل اللي هو التليفون كله اصلا لايفون. فلو عايزين شرح لدي قولوا لي في التعليق، فلو عايزين شرح للطريقه دي قولوا لي في التعليق. المهم يا صاحبي، النسخه زي ما انت شايف كده اهو تمام. زي ما انت شايف كده هتثبتها، هتثبت معاك على طول، ومش هتطلب منك اللي انت مثلا كل ما تخرج وتدخل كده مش هتطلب منك تحديث. طيب ازاي بقى تحمل النسخه دي؟ هتلاقيني سايب لك لينك في الوصف يا صاحبي او في اول تعليق، هيفتح معاك بالواجهه دي كده. كل البرامج اللي انت محتاجها حرفيا هتلاقيها في اللينك ده. يعني انت هتحمل نسخه الواتساب، ترجع تاخد لك لفه، تلاقي برامج صور وهتلاقي العاب، كل حاجه انت محتاجها للموبايل بتاعك. طيب كل اللي عليك هتبدا تنزل تحت، هيقول لك لتحميل واتساب الايفون للاندرويد اضغط هنا اخر اصدار. اول ما تضغط هنا كده يا صاحبي هيفتح معاك بالواجهه دي كده. كل اللي عليك هتبدا تنزل تحت زي ما انت شايف كده اهو لحد هنا اهو، بقول لك لتحميل التطبيق اضغط هنا. تضغط على كلمه من هنا يا صاحبي زي ما انت شايف، وبعدين تنزل تحت هقول لك استنى 30 ثانيه. اول ما ال 30 ثانيه دول يعدوا يا صاحبي، مبروك عليك، التحديث هينزل معاك وهتحولك على طول لرابط ميديا فاير، هتبدا تنزلها وتثبتها على طول. اهم حاجه بقى صاحبي اللي انت تفعل جرس القناه وتعمله الكل، عشان كل ما بينزل ابديت جديد هنزله لك والقناه ما تتوهش منك. ليه بقى؟ عشان الشتات بتاعتك ما تتمسحش برضه. وبالتوفيق للجميع.